السلام عليكم ورحمة الله. تحدثنا في الحلقة السابقة عن سرية عبد الله بن أنيس الجهني الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل خالد بن سفيان الهذلي وأفشل خطته في غزو المدينة، وكان ذلك في 5 من شهر محرم من السنة 4 للهجرة. وبعد أيام من هذه الحادثة وفي شهر صفر من السنة 4 للهجرة حدث أمرا مؤلما هز المسلمين وأوجعهم، وذلك أن هذيلا غدرت بمجموعة من الصحابة وقتلتهم ثأرا لمقتل سيدها خالد الهذلي، فكان للواقعة أثرا مؤلما وصادما في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين. تابعوا معنا لنعيش تفاصيل ووقائع هذه الأحداث المؤلمة. للقصة روايتان، الرواية الأولى التي أوردها أهل السير وعلى رأسهم ابن إسحاق تقول أن رهطا من قبيلتي عضل والقارة قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، يعني أن عندهم أناس بدأت تسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من أصحابه، وهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وخالد ابن البكير الليثي، وعاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، وزيد ابن الدثنة ابن معاوية، وخبيب ابن عدي، وعبد الله ابن طارق. وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد، فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا في الرجيع، وهو بئر ماء لهذيل بناحية الحجاز بين عسفان ومكة، غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا وأوقعوا بهم. فتفاجأ الصحابة وهم يستريحون في رحالهم أن القوم قد أحاطوا بهم، فهب الصحابة وأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم. فقال لهم القوم: والله ما أتينا لقتالكم، ولكن نريد أن نصيب منكم شيئا لقريش. فقال مرثد وعاصم وخالد: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. وقاتلوا القوم حتى قتلوا رضي الله عنهم. وبقي 3 الآخرون، وهم خبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وعبد الله بن طارق، فاستسلموا للقوم فأسروهم وأخذوهم ليبيعوهم في مكة، حتى إذا وصلوا وادي الظهران قرب مكة انتزع عبد الله بن طارق يده من القران وأخذ سيفه واستأخر عن القوم ليقاتلهم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه، ويقال أن قبره معروف في الظهران. ثم أخذوا خبيب وزيد حتى باعوهما في مكة. أما الرواية الثانية فالتي وردت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية عينا، أي استطلاع، ليأتوا له بأخبار المشركين، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت، وهو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما كانوا في الهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعهم القوم بقرابة 100 رام، حتى إذا أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، أي القوم وصلوا إلى مكان كان قد نزل فيه الصحابة رضي الله عنهم ويستريحون، وكانوا قد أكلوا من التمر الذي جلبوه معهم من المدينة وتركوا النوى في الأرض. فعرف القوم النوى فقالوا: هذا تمر يثرب، فتبعوا الصحابة رضي الله عنهم وتقصوا آثارهم حتى لحقوا بهم. فلما رآهم الصحابة رضي الله عنهم لجأوا إلى فدفد وهو مرتفع من الأرض، فأحاط بهم القوم وقالوا لهم: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه: والله لا أنزل في ذمة كافر. وقاتل القوم حتى قتل هو و6 معه، قتلوهم رميا بالنبل. يقول ابن إسحاق أن عاصم رضي الله عنه قد تقدم إلى القوم ليقاتلهم وهو ينشد: ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حم الإله نازل،
بالمرء والمرء إليه آيل إن لم أقاتلكم فأمي هابل. ثم أنشد يقول أيضا: أبو سليمان وريش المقعد، وكان رضي الله عنه يكنى أبو سليمان. أبو سليمان وريش المقعد، وضالة مثل الجحيم الموقد، إذا النواجي افترشت لم أرعد، ومجنأ من جلد ثور أجرد، ومؤمن بما على محمد. ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. بعد أن قتل السبعة عاصم ومعه الستة الآخرون، بقي الثلاثة خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق. فأعاد القوم وأعطوهم العهد والميثاق إن نزلوا إليهم لا يقتلوهم، فوثقوا بالقوم ولانوا ورقوا ورغبوا في الحياة، فنزلوا إليهم حتى إذا استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم وربطوهم بها. فقال عبد الله بن طارق: هذا والله أول الغدر. فأبى أن يسلمهم نفسه، وعالجوه وجرجروه حتى إذا امتنع منهم وأعجزهم قتلوه رضي الله عنه. ثم أخذوا خبيب وزيد، ويقال أنهم استبدلوهم بأسيرين من هذيل كانا بمكة. أما زيد بن الدثنة فقد اشتراه صفوان بن أمية ليقتله ثأرا لأبيه أمية بن خلف الذي قتله بلال بن رباح رضي الله عنه يوم بدر. وأما خبيب بن عدي فاشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه ثأرا لأبيهم، وكان خبيب بن عدي هو الذي قتل أبوهم يوم بدر. ويقال أن خبيب مكث عندهم أسيرا وأساءوا معاملته، فقال لهم: ما تصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم؟ ثم أحسنوا له بعد ذلك ووضعوه عند امرأة تحرسه، ويقال إنها إحدى بنات الحارث. فلما علم رضي الله عنه أنهم عزموا على قتله، طلب من المرأة حديدة يستحد بها، أي موسى، ليحلق شعر عورته ليكون طاهرا على الفطرة ويلقى ربه على أتم هيئة رضي الله عنه. فلما أعطته المرأة الموسى وكان لديها صبي صغير، فأخذ يدب ويدرج حتى وصل إلى خبيب، فأخذه خبيب وأجلسه في حجره. ثم نظرت المرأة ورأت الطفل الصغير بحضن خبيب والموسى في يده، فخافت وجزعت، وعرف ذلك خبيب في وجهها، فقال لها: أتخشين أن أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وتقول المرأة بعد ذلك: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، إني لرأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ من ثمرة، وإنه لموثق بالحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله. وهذه كرامة من الله لخبيب رضي الله عنه. فلما خرجوا به إلى التنعيم ليقتلوه، والتنعيم هو الموضع خارج الحرم الذي به مسجد عائشة حاليا، فهم رغم شركهم يعظمون الحرم ولا يريدون أن يقتلوه داخل الحرم. فلما خرجوا به إلى التنعيم ليقتلوه، طلب منهم أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه، فسمحوا له، فصلى رضي الله عنه ركعتين فأتمهما ولم يطل، ثم التفت إليهم وقال لهم: والله لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لزدت. ثم رفعوه على خشبة وأوثقوه وصلبوه عليها، فقال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم دعا عليهم وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. ثم قام إليه عقبة ابن الحارث فقتله رضي الله عنه. يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: حضرت في من حضر مقتل خبيب مع أبي سفيان، وإني رأيته يلقيني في الأرض فرقا من دعوة خبيب، أي أبو سفيان يلقي معاوية رضي الله عنه إلى الأرض مخافة أن تصيبه دعوة خبيب رضي الله عنه. وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا دعي عليه إذا اضطجع أو جلس في الأرض زالت عنه ولم تصبه تلك الدعوة. وأما زيد بن الدثنة عندما خرجوا به إلى التنعيم وقبل أن يقدموه إلى القتل، قال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا ها هنا مكانك نضرب عنقه؟
وأنك سالم تنعم بين أهلك. فقال زيد: والله لا أرغب أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس بين أهلي. يقول أبو سفيان: والله ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قام نسطاس مولى صفوان بن أمية وقتل زيد رضي الله عنه. ثم بعثت قريش إلى عاصم ليأتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر. فلما وصلوا إليه بعث الله إليه مثل الظلة مثل السحابة من الدبر فحمته منهم فلم يقدروا منه على شيء. وكان عاصم بن ثابت رضي الله عنه قد عاهد الله أن لا يمس مشركا في حياته ولا يدع مشركا يمسه أبدا تنجسا، فحفظ له الله ذلك بعد مماته. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن الدبر منعت عاصم منهم، يقول: يحفظ الله العبد المؤمن، فقد كان عاصم نذر ألا يمس مشركا ولا يدع مشركا يمسه، فمنعه الله بعد موته مثل ما امتنع منه في حياته. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثي الذين قتلوا يوم الرجيع: صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا، رأس السرية مرثد وأميرهم، وابن البكير إمامهم وخبيب، وابن لطارق وابن الدثنة منهم، وافاه ثم حمامه المكتوب، والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب المعالي إنه لكسوب، منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجالد إنه لنجيب. ويقول حسان بن ثابت رضي الله عنه أيضا يهجو بنو لحيان لغدرهم، يقول: إن سرك الغدر صرفا لا مزاج له، فأت الرجيع فسل عن دار لحيان، قوم تواصوا بأكل الجار بينهم، فالكلب والقرد والإنسان مثلان. ويقول أيضا يهجوهم ويتواعدهم: لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك، أحاديث كانت في خبيب وعاصم، أحاديث لحيان صلوا بقبيحها، ولحيان جرامون شر الجرائم، هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم، لعل هذيلا إن يروا بمصابه مصارع قتلى أو مقاما لمأتم، ونوقع فيهم وقعة ذات صولة يوافي بها الركبان أهل المواسم، بأمر رسول الله إن رسوله رأى رأي ذي حزم بلحيان عالم. وكان في من حضر من قريش مقتل خبيب رضي الله عنه سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي، وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه واشتهر بالتقى والورع والزهد، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه ولاية حمص بعد فتح بلاد الشام. وكان رضي الله عنه أن أتت عنه شكاية من أهل حمص لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقولون أن الرجل مصاب تصيبه غشية بين القوم فيقع. فلما قدم ذات مرة إلى المدينة سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما هذا الذي يصيبك يا سعيد؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس، غير أني حضرت في من حضر مقتل خبيب بن عدي وسمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا جالس في مكان بين قوم إلا غشي علي. فزادته هذه عند عمر بن الخطاب خيرا. ختاما، يقول ابن عباس رضي الله عنه لما أصيبت سرية الرجيع التي فيها مرثد وعاصم وخبيب، قال قوم من المنافقين: يا ويح هؤلاء الذين هلكوا، لا هم أدوا رسالة صاحبهم ولا هم جلسوا في أهليهم وسلموا، وذلك شماتة منهم في مقتل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فأنزل الله عز وجل آيات تصف هؤلاء المنافقين ويصف أيضا ما كتب لهؤلاء الشهداء رضي الله عنهم، وهي الآيات من سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل،
والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.